أحبتنا، في سوريا ألوان قوس قزح. تجد في القامشلي مثلا لغات كثيرة تكاد لا تلمح إلا اللغة العربية بشكل قليل، بالحسكة نفس الشيء. هكذا هي سوريا، ألوان جميلة جدا، عادات مختلفة، تقاليد مختلفة تجمعها هذه البلاد الجميلة التي اسمها سوريا. الكرد، الأكراد، هؤلاء الطيبين الذين عاشوا ويعيشون كسوريين منذ فجر التاريخ، ليسوا غرباء عن سوريا وأنهم أصل سوريا. ومع ذلك فقد سعى النظام الحالي والنظام الذي سبقه، نظام الأب والابن، إلى جعل الكردي في المرتبة الثالثة والرابعة والعاشرة. منعهم حتى من الغناء بلغاتهم، حتى من التعليم بلغتهم، منعهم حتى يعني مجرد أن تقول كردي فأنت من المرتبة الثانية والثالثة. هكذا هو النظام. أما فجر الحرية القادم لا، سيكون الكردي مثل العربي تماما، مثل الأرمني، مثل الشركسي، مثل أي مكون من مكونات الشعب السوري. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ عبد الحميد درويش. أهلا وسهلا فيك. حضرتك أنت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي السوري، وأرحب فيك. وكنت أيضا أنت النائب الأول للأمين العام لإعلان دمشق. أرحب فيك وأرجوك أن تتابع معي هذا التقرير عن الأكراد في سوريا. أستاذ عبد الحميد درويش، أهلا وسهلا فيك. أريد أن نبدأ معك من حيث انتهى أو من حيث الحراك في اسطنبول الآن، مؤتمر المعارضة، مؤتمر المصالحة، مصالحة المعارضة. ما الذي حدث؟ هناك بشرى بالنسبة للأكراد. في مؤتمر اسطنبول هناك اجتماع عام للمعارضة الوطنية السورية. بالنسبة للكرد حدث شيء مهم. بالنسبة للكرد حدث إلى حد ما تقدم ملموس بالنسبة للاعتراف بحقوق الشعب الكردي في سوريا، ونحن نؤيد هذا الموقف. نعم. وندعو أن يتم ذلك في وقت قريب جدا، خلال ساعات، لأن ذلك لا زال يناقش. لكن سمعت منك هناك بشرى بأن نعم، هناك بشكل عام اتفقوا على صيغة محددة. هناك بشكل عام إقبال على الاعتراف بحقوق الشعب الكردي وعلى الاعتراف بنص مكتوب، ونحن وافقنا على ذلك. وعاد الإخوان إلى المشاركة في الاجتماعات ليساهموا بتثبيت هذا النص ووحدة المعارضة الوطنية السورية. نعم، نريد أيضا يعني وحدة للمعارضة ككل، الكردية وغير الكردية. نعم. السوريون جميعا في بوتقة واحدة وبصوت واحد. يجب أن يعني كما يقال يكونوا لحمة واحدة، قوة واحدة، صوتا واحدا. هل تأمل في ذلك؟ أو هل تشعر أن ذلك سيحدث؟ أنا أؤمن إيمانا عميقا بأن ذلك سيحدث. نعم. وأؤمن إيمانا عميقا بأن الأكراد هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري. لماذا يتهم الأكراد الحركة الكردية بذاتها جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية في سوريا بوجه عام. لماذا يتهم الأكراد دائما برغبتهم بالانفصال؟ هذه التهم هي تبرير لاضطهاد الأكراد، ذريعة من أجل اضطهاد الكرد، ذريعة من أجل منح حرمانهم من حقوقهم ومن كامل حقوق المواطنة التي يعني يتمتع بها المواطن السوري. ولذلك تفضل. أنا أذكر يعني في أعياد النيروز، يعني في دمشق كنت، وكان في منطقة اسمها ركن الدين فيها أغلبية كردية، وكان هناك حفل، يعني هو الحفل الأهم والوطني وحتى الديني بالنسبة لكم كعادة وتقليد، اللي هو حفل النيروز. وله يعني أساطيره، وكنتم تذهبون لكي تستمتعوا بالورد وكما يقال هنا في القاهرة بشم النسيم، تجلسون تحت الأشجار. كان ذلك محاطا بعدد هائل من أفراد الشرطة والأمن وإلى آخره. لماذا كل هذا التضييق على الأكراد برأيك من النظام السوري؟ التضييق على الأكراد هو انطلاقا من مفهوم شوفيني
عنصري وليس غير ذلك، وليس لأن الأكراد يطالبون بالانفصال من سوريا، كلا، إنما هذه السياسة تأتي من أجل صهر الأكراد، من أجل صهر الأكراد في البوتقة العربية، وليس لأن الأكراد يطالبون بالانفصال من سوريا. وأرجو أن يفهم كل إنسان وطني في سوريا هذه الحقيقة، هذه حقيقة قطعا لا شك فيها. إن الناس الشوفينيين يحاولون إلصاق التهم الباطلة بالكرد من أجل اضطهادهم وممارسة سياسة التمييز القومي ضدهم. هذا التمييز وهذا العسف وهذه المعاملة والاضطهاد للأكراد خلال فترة 40 سنة، ما الذي ولدته على مستوى الكرد من هجرة، من فقر، من نقص في التعليم إلى آخره؟ جلبت الفقر والبؤس للكرد بدون شك، وجلبت التفرقة بين أبناء الشعب الواحد في سوريا، وخلقت شيئا من الكراهية بين الناس والحقد بين الناس، ولم تقدم أي خدمة للبلد كوطن وللشعب الشعب السوري بوجه عام، وإنما كانت سياسة خرقاء تضطهد الشعب الكردي فقط من أجل إشباع نزوات وشهوات الناس الشوفينيين والعنصريين، وليس من أجل خدمة سوريا وخدمة الشعب السوري. كم عدد سكان أو كم عدد الأكراد في سوريا؟ ليس هناك أستاذ توفيق إحصاء دقيق، ولكن المعقول والموضوعي هو ليس أقل من 3.5 مليون. 3.5 مليون من أصل 23 مليون. نعم. وهم القومية الثانية مباشرة بعد القومية العربية. نعم. مع العرب. نعم. أذكر أني التقيت ب3 من الفنانين الكرد في القامشلي. نعم. في عفرين وفي الحسكة أيضا. نعم. 3 من الفنانين التشكيليين. نعم. 2 منهم يعملان في النحت وواحد نعم. يعمل في الرسم. نعم. وهم من عباقرة الرسم. نعم. المدهش أن أحدهم أفقر واحد فيهم، هم كلهم فقراء، لكن أفقر واحد فيهم كان يحلم فقط كل حلمه أن يمتلك بعض ريشة للرسم وعلبة للتلوين، وثمن كل ذلك لا يتجاوز 50 ليرة سورية، تخيل، وهو يعيش في منطقة بالقابشلي، يعني في المناطق المهمشة إلى آخره، لا يوجد لا كهرباء ولا ماء ولا صرف صحي، وكان لا يملك هوية، يعني هو إنسان ليس لديه ورقة رسمية. إلى هذا الحد كان النظام يتعامل مع الكرد وكأنهم من الدرجة العاشرة. أنا أود أن أستعرض لك بإيجاز وضع الكرد. تصور 3.5 مليون كردي في سوريا لا يوجد لهم ضابط واحد في الجيش أو الشرطة، ممنوع. لا يوجد لهم محافظ واحد في كل سوريا، لا يوجد لهم مدير منطقة أو مدير ناحية في كل سوريا. هذه من جهة. من الجهة الأخرى كان العمل ممنوع على الإنسان الكردي لأنه لا يحمل الجنسية. الوظيفة صعبة يتولاها كونه أجنبي. كونه أجنبي. نعم. مئات الألوف من الأكراد، حوالي 500,000 إنسان كانوا أجانب، فهذا الأجنبي لا يحق له أن يتولى منصبا وظيفيا في البلاد بموجب قوانين البلد. ولذلك الفقر ساد معظم أوساط الشعب الكردي، علاوة على السياسات التمييزية الأخرى. كل الأكراد تعرضوا للتمييز وطبقت بحقهم اقتراحات محمد الشوفيني والعنصري البارز في حزب البعث، محمد طلب هلال، الذي يقترح تجويع الأكراد في اقتراحاته وتهجيرهم وكأنهم أعداء الوطن. طبعا مو بس أعداء. يا ريت لو النازي هتلر اقترح هيك اقتراحات بالنسبة للشعوب الأخرى. يعني يقترح اقتراحات لو تقراها أرجوك وأن تقراها، وأنا مستعد أبعث لك كتاب من هذا الشوفيني تقرأ، بتلاقي شلون كانوا يتصورون الكرد وكيف
يحاولون أن يتعاملوا مع الأكراد. هل تعلم أن لدي برنامج كان اسمه ابن البلد، ولأنني عرضت للفولكلور الكردي واللغة الكردية لأول مرة يعني تظهر على شاشة التلفزيون ودون رقابة وإلى آخره، أعتقد أنا من أسباب إيقاف هذا البرنامج هذا لأني عرضت الأكراد والأرمن والشركس بلغاتهم وفنونهم وأشيائهم، وبالتالي وجدوا طريقة لإيقاف البرنامج ولم يقولوا لي لماذا أوقفوا البرنامج. وكنت أتساءل الآن أعرف أو أعلم بعد الثورة لماذا كانت توقف هذه البرامج التي تغطي أو ترصد أو تصور حياة هؤلاء الناس الذين هم سوريون مثلي وأكثر ويهمشون ويعاملون بهذه الطريقة الوحشية واللا إنسانية. الآن أنت تجد مبرر للثورة السورية، الآن تجتمع أنت مع كل مكونات الشعب السوري على قضية واحدة وهي طلب الحرية وطلب الديمقراطية. كيف هو تفاعلكم مع الثورة السورية؟ هو نحن كما قلت لك نحن جزء من سوريا، وحراكنا جزء من الحراك السوري الوطني العام. نحن نتمنى أن يحصل الشعب السوري، وسوف يحصل بدون شك، على حريته ويطبق النظام الديمقراطي الذي يناضل من أجله وفي أقرب وقت إن شاء الله. الآن إذا كانت مبررات الثورة السورية ليست فقط ظلم العرب السوريين، المسيحيين السوريين، كل طبعا المسيحيين أيضا عرب، الأرمن، كل المكونات الشعب السوري تعاني من التمييز، تعاني. هناك نحن عندنا في سوريا تمييز بين السلطة وأتباعها وبقية الشعب السوري. نعم. هم الدرجة الأولى الممتازة، والشعب السوري يأخذ درجات متدنية حتى يصل إلى الصفر. من أجل ذلك قامت الثورة. الآن يعني كيف هم الأكراد، كيف